عودت أهلي عليها لأن حرفيا تجنن بنات. فبما إنه أنا يعني قطعت القهوة تماما، فأخويا والماما قاموا بالواجب. أخويا مسوي دايت، فقلت له أخذ من القهوة، وحرفيا يعني ساعدته كلش هواية إنه يقلل الأكل، وهماتين يعني نظامه هو اللي متبعه هم يفيده كلش هواية. هي شو تسوي؟ تسد له الشهية، وهو يجي دوره إنه ينظم أكله على مود ينزل وزن. فأول شي نسوي ظرف واحد من قهوة موكا، نخليه وياه مي حار ويشربه على الريق، أو نشربه مثلا بنهاية الليل، لأنه تعرفون بالليل يبدي رغبيتنا بالأكل تكثر. فأنا أفضله بالنهار، يعني تقدرون تسيطرون على نفسكم، بس بالليل لا، يعني ما تقدرون. هاي الأكل حلويات ما أعرف شنو، ظرف واحد بمي حار، وبعدها تشربين قلاصين من المي، خلاص تنقطع شهيتك. هو منكم يكتب لي قولي السعر حتى راسا نحجز رقم وعنوان. باعوا بنات هسه عندكم هنا، عندكم هاي سعر الصابونة شقد سعرها شقد 13، راح احسبها لكم على 10. اذا تاخذيها ويا موكا تصير بدل 53 50 توصيل مجاني. تاخذين قطعتين من الموكا راح تصير على 80، والصابونة حتجيك هدية بعد. تأمرين امر. هاي سعرهم، هاي الاسعار مالتهم. فللحجز رقم شغال وعنوان، حتى مثل ما يقول نخفض من اللود ومن الرسائل، حتى احنا مثل ما يقول نجاوبكم بكل سلاسة وما نتاخر عليكم. وبنفس الوقت يا حبيباتي توصيل هسه حاليا ماكو، ان شاء الله بعد الزياره مال الامام كاظم راح نطلع الطلبات مالتكم وتأمرون امر، ما نتاخر عليكم.